بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بجميع الحضور كل حسب اسمه ورسمه ومقامه، وأقول إن الجودة لم تعد خيارا ثانويا بالنسبة للجامعات، بل أصبحت مطلبا استراتيجيا يفرض نفسه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها التعليم العالي محليا ودوليا. ومن هذا المنطلق شرعنا في جامعة محمد خيضر بسكرة في إطلاق عملية التقييم الذاتي، في إطلاق عملية التقييم الذاتي باعتبارها اللبنة الأولى لترسيخ ثقافة الجودة وضمان التطوير المستمر. لقد باشرنا هذه العملية بخطوات عملية ومنهجية مدروسة تمثلت أساسا في إعداد استمارات الأسئلة التي وجهت إلى مختلف الفاعلين داخل الجامعة، الأساتذة، الطلبة، الإداريين والموظفين، بغية جمع بيانات دقيقة وشاملة تعكس الواقع الفعلي لمؤسستنا. أيضا إعداد استمارات خاصة بالتطوير والتحسين، وهي أداة مرجعية تساعد في رسم ملامح التغيير المطلوب وتحديد المجالات ذات الأولوية في الإصلاح. وضع سياسة أيضا خاصة بكل قسم من أقسام الجامعة تراعي خصوصياته البيداغوجية والبحثية والإدارية وتنسجم في الوقت ذاته مع الرؤية الكلية للجامعة في مجال الجودة. أيضا إرساء مقاربة تشاركية حيث تم إشراك جميع الفاعلين في العملية انطلاقا من قناعة راسخة بأن الجودة هي مسؤولية جماعية وليست حكرا على هيئة أو مصلحة محددة. ويمكن القول إن عملية التقييم الذاتي التي أطلقناها تسعى إلى تشخيص دقيق لواقع الجامعة من مختلف الزوايا: التنظيم، التسيير، البيداغوجيا، البحث العلمي، الخدمات الجامعية، تحديد نقاط القوة التي ينبغي الحفاظ عليها وتعزيزها، رصد النقائص والاختلالات بكل موضوعية وشفافية، اقتراح حلول عملية وخطط تطويرية قصيرة متوسطة وطويلة المدى، تأهيل الجامعة لتكون قادرة على المنافسة ومواكبة المعايير الوطنية والدولية في الجودة. إن ما نقوم به اليوم ليس مجرد عملية تقييم إداري أو